عشنا فعلا هذه المرة كأسا قارية رائعة جدا، مع مقابلات هجومية ممتعة بقوة تهديف قياسي فوق ملاعب من الطراز العالمي، ومع حضور جماهيري كبير وصلت إلى 4 مدربين أفارقة في المربع الذهبي، وانتهت بمدربين محليين في النهائي كأس إفريقيا للأمم لأول مرة يفوز بها لاعب وليس فريق. النجم الكبير ساديو ماني الذي أنقذ السنغال من فضيحة بعد خروج المدرب من الانضباط ومن قوانين وتقاليد عريقة في كرة القدم، كاد أن يؤدي بالجماهير في المدرجات إلى كارثة إنسانية مؤلمة لولا تدخل رجال الأمن في الوقت المناسب. أعراف وتقاليد عريقة في كرة القدم تحاول في كل مرة أن تجمع شعوب العالم حول قيم وأخلاقيات إنسانية راقية ترجمها تلقائيا اللاعب الكبير ساديو ماني في ردود فعله وفي تصرفاته فوق الميدان وفي ظروف صعبة جدا كان فيها هادئا ورصينا بعيدا عن التهور والنرفزة، عكس مدربه تماما ليصبح التلميذ الذي يتفوق على الأستاذ صورة معبرة فوق الميدان، إطارها مستطيل أخضر ومدرجات ألوانها قيم وأخلاق راقية، وصاحبها اللاعب الكبير جدا ساديو ماني. مثل هذا الرجل لا يستحق التتويج والتكريم فقط، مكانه الحقيقي والفعلي تسيير شؤون الكرة الإفريقية مستقبلا. لنسمع عنه ذات يوم رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أو رئيسا للاتحاد السنغالي لكرة القدم، أو على الأقل مدربا للمنتخب السنغالي. نتمنى له ذلك فعلا بكل جدارة واستحقاق.